انا مش اهلاوي بس لابس التيشيرت بتكلم بصوت الاهلاويه وبقول لك كفايه يا زمالك، لا كفايه لحد كده بقى. ايه يا راجل انت بتاكل الاخضر واليابس، انت مش ساب حاجه خالص. طلعت في المركز الاول وقلنا ماشي حلو، بس كل ما تطلع احنا ننزل، كل ما تطلع احنا ننزل. هنروح فين يا راجل؟ احنا نزلنا تحت خالص، احنا كمان شويه وما عادش نبان، احنا كمان شويه هنختفي من الترتيب خالص. يعني كمان ماتشين ليك يا زمالك احنا هننزل تحت خالص بقى، ما عادش هنلعب معاك، هنروح القسم الثاني هنركب. لا كفايه زمالك، احنا بنحفلوا عليك ومش عارف ايه لما بتوع، بس خلاص ما عادش محفلين. كفايه كفايه، حرام عليك يا راجل. احنا ما عادش عارفين، احنا كرهنا الصفقات بتاعتنا. انت جايب لعيبه ما اعرفش جايبها منين وعامله اللي محدش عارف يعمله. انت خليتنا نكرهه يا راجل اللعيبه اللي عندنا. زيزو اللي احنا كنا فرحانين بيه ما عادش عاوزينه، عاوزين اللي ادينا اخوان الفينا. طب ادينا شيكو بنزا نحطوه مكان زيزو. حرام، كفايه يا زمالك نهاجر. يعني احنا نهاجر ونسيب البلد خلاص عشان الزمالك يرتاح؟ كفايه كفايه، حرام عليك يا راجل.